اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يا صباح النور والسرور، صباح الفل على حلويات قلبي، عسولات قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. النهارده جيت لكم فيديو جديد وروتين جديد، يا رب كده اكون عند حسن ظنكم وتكون فيديوهاتي بتعجبكم. شكرا جدا جدا للتفاعل على الفيديو اللي فات، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. حابه بقى اشكر كل صحابي وكل حبايبي وكل اخواتي اللي موجودين معايا على القناه، وحابه اشكر كل صحابي وحبايبي اللي دخلوا قناتي جديد، شرفتوني ونورتوني. لو لسه بقى اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش في القناه، اتمنى تشتركي في القناه وتزوديني فرد في عيلتي وتكوني اخت من اخواتي. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امنوا بقى التعليقات بذكر الله، خلونا كده ناخدوا حسنات وخدوا حسنات زيي. يلا ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. جبروا بخاطري في الكومنتات بكلامكم الحلو اللي بيفتح نفسي وبيفرح قلبي. اول بقى ما صحيت الصبح كده من النوم، جريت بقى على البلكونات والشبابيك افتح كده عشان نور ربنا يدخل وبصوا واشم نفسي كده، بحس براحه نفسيه اول ما بفتح كده الشبابيك. وبعد كده رحت اتوضيت بقى وقلت اصلي الصبح، لان انا كنت صاحيه بدري زي عادتي طبعا والاولاد نايمين، وكنت بقى ايه قلت اخلص اللي ورايا. كان في هنا بقى ايه مشروع دايت بس فشل في النص وهتعرفوا ليه. قلت اعمل لي بقى اول ما اصلي كده ادخل اعمل لي كده فطار عشان خاطر اعرف ان انا ابتدي يومي. عملت كده قهوه باللبن، وعملت قطعت يعني الرغيف قسمته كده نصين، وقلت بقى اخد نص رغيف دوت اللي هو الظهر بتاعه، اعمل فيه بيضه بالخضار واحط عليها كده رشه موتزاريلا صغيره، واكل جنبها يعني فلفل كده خضار، واخد خيارويه. بس الصراحه ما لقيتش خيار، فقلت مش مشكله هاخد فلفل كده، وهو اصلا البيض بالخضار عملته بالفلفل الالوان وكده، وحطيت عليه طماطم وضربته في الطبق كده بملح وفلفل اسمر، وحطيته زي ما انتم ما شفتوا معايا وقلبته على الناحيه دي وعلى الناحيه دي. ما حطيتش سمنه، حطيت رشه زيت زيتون، رشه زيت زيتون. كان بصوا كان في بقى مشروع دايت، انا بقول لكم اهو، بس استنوا جايه لكم اهو. قبلها بيوم كنت متفقه انا وعمتي، ربنا يخليها لي يا رب ما يحرمنيش منها ابدا، حبيبتي دي صديقتي الصدوقه عمتي دي، ربنا يا رب يخلي لكم اهلكم ويخلي لكم كده يعني عماتكم وخالاتكم وكله. فكنت متفقه معاها ان انا هروح لها، فقلت مش مشكله هفطر كده، ولما اروح مش يعني ايه هحاول يعني مش هدبها في الاكل طبعا، بس لما يبقى في لمه وهتقعدوا تتكلموا وانتوا بتاكلوا كده، فهتلاقوا نفسكم ان انتوا دخلتوا في 3 4 ترغيفه بايه وانتوا سهيانين، مع اننا احنا اليوم ده اصلا كنا متفقين لا عايزين ناكل ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، احنا عايزين ناكل حاجه حرشه. فكنا مقترحين على بعض كده، وجبنا بقى رنجة وبطاطس محمرة وجبنة قديمة وبصل، فلمينا بقى. بص ما اقدرش اقول لكم، كنت انا وعمتي ومرات عمي، فيعني الدنيا كانت ما اقدرش اقول لكم، بس اكلنا بقى ومع الضحك والهزار، فقلت خلاص مش مشكله اكل معاهم في الغدا بس ما اتعشيش. فده اللي حصل، يعني اكلت معاهم في الغدا. لما روحت بقى قلت ايه مش هتعشى عشاء تقيل، اللي ممكن اشرب كوبايه شاي مثلا بلبن معاها مثلا اللي هو باكو بسكوت دايجستيف دوت، لان انتوا عارفين برضو فتره الرضاعه ما ينفعش فيها رجيم قاسي قوي، عشان برضو ايه في حاجات بتتسحب من جسمك زي فيتامينات زي كالسيوم زي حاجات من دي. فانا الصراحه موقفه اللي هو الحاجات اللي كنت باخدها وقت العلاج اللي هو الحديد وكالسيوم وقت الحمل قصدي، كنت موقفه حديد وكالسيوم من اول ما رضعت وقفتهم. فعايزه ابتدي اخدهم تاني، لان شعري بيقع جامد جدا وضوافري ويعني ايديا بتنمل وده غلط، وكله قال لي غلط. فانا انصح من هنا كل واحده لو بجد بترضعي او حامل ولا كده، ما تاخديش اي حاجه الا غير بامر الدكتور بتاعك، وما توقفيش الحاجات دي. لازم الحاجات دي تتاخد، اللي هو الكالسيوم الحديد الفيتامينات الحاجات دي كلها، عشان بجد بجد بتفرق معاكي جدا. فطرنا بقى والحمد لله، قلت بقى اطلع على اوضه ابني. انا الاوضه دي محدش بيدخلها خالص بصراحه، يعني بندخل بقى ساعات نقعد فيها شويه، مثلا اسر بيطلع يلعب مع اصحابه من البلكونات كده، بيجمعوا بعضهم يقفوا في البلكونات يقعدوا يلعبوا مثلا يحدفوا لبعض ورق دبابيس كده، عشان برضو ايه مش بينزلوا الشارع فاهمين. فيا دوبك بيعدي بس
من البلكونه ساعه انا ما ببقاش كانسه البلكونه وكده، بس بيبقى فيها تراب، والجو اصلا اليومين اللي فاتوا دول كان مطرب جدا. معرفش كان مطرب كده ليه. لقيت فجاه البلكونه مطربه والارض مطربه في اوضه آسر، فقلت لا ما بديهاش بقى اعملها كده كده. السرير من ساعه ما فرشت معاكم الملايه ما حدش جه جنبه خالص. آسر وممكن مثلا لما يدخل يلعب كده في الاوضه يقعد عليه مثلا يلعب، مثلا يريح جسمه كده شويه عليه، لكن ما بينامش جوه لوحده في الاوضه، بيخاف ساعات ما يعني بينام على كنبه الركنه اللي هي الرصاصي، عشان مثلا كبيره شويه وهو نايم مثلا بغطيه واسيبه. ساعات مثلا بيدخل ينام جنب الاوضه دي بقى دايما بتبقى مقفوله ونضيفه، بدخل ساعات اجيب لهم هدومهم منه من الدولاب. مثلا لو لقيت حاجه على الارض مرميه كده اجيب المكنسه بسرعه واكنسها. بصوا السرير كده كنت بعدله، بس كان بيلعب بالليل وخلاص ما كانش فيه حاجه. انا لو كنت حاسه ان الملايه مش نضيفه طبعا 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 كنت هشيلها وهحطها على طول في الغساله تتغسل، لكن انا قلت لا طالما هي نظيفه يبقى حرام ان انا اشيلها واغسلها واهلكها وهي اصلا ما فيهاش حاجه. عايزه بقى اوضح معلومه صغيره قد كده، لو الاضاءه فيها حاجه او التليفون التصوير فيه حاجه فاعذروني، لان انا ببقى كل مكان بيبقى ليه اضاءه مختلفه، والشقه ديت اضاءتها كله بيقول لي نوعا ما كويسه. بس الفيديو اللي كانت اختي عندي فيه كانت هي مصوراني بفلتر، فما خدتش بالها ان هي بتصور بفلتر. فاحنا لما جينا منتجت الفيديو كده فيعني انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، ما هو الفيديو خلاص اتصور نزلته، فما تزعلوش حقكم عليا لو الكاميرا فيها حاجه. انا والله بمسح كل شويه الكاميرا عشان الفيديوهات تبقى كويسه وان انتوا تشوفوا الفيديوهات كويس وعلى قد ما اقدر. وبعدين انا دلوقتي معايا تليفون والله هو كويس لحد ما وتصويره كويس، بس ادعوا لي ربنا يكرمني ويصلح حالي واجيب تليفون جديد ان شاء الله عشان اصور لكم كده، وادعوا لي ربنا يكرمني واجيب كاميرا. ليه ما اجيبش كاميرا واصور بيها ان شاء الله لما قناتي تكبر كده معاكم وتبقى احسن ان شاء الله، احسن قنوات. بصوا بقى دخلت البلكونه بتاعت آسر دي، انا بصوا ما ينفعش ان انا اطلع فيها رينج لايت لان احنا عندنا في الشارع دوت البيوت لازقه ببعضها جدا جدا جدا. ما اقدرش اقول لكم لو انتوا بصيتوا في البلكونه ممكن يعني تسمعوا وكده، لازم كل حد يحط ستاير، كل البلكونات حاطه ستاير، الشارع كله ستاير. فالمهم طلعت كده عملتها بايدي ووريت لكم برده. وهنا بقى دخلت الاوضه برده قلت ايه اخر حاجه عشان لو خدت تراب من البلكونه وطلعتها برده عملتها بالشرشوبه الحتت الفاضيه. ورحت بقى قلت ارص كده بصوا السرير والارض، وكنت مشغله بخور بره كده ومشغله القران على الراديو. كان راحه نفسيه كده الصبح، اقسم بالله كنت حاسه ان انا يعني مرتاحه نفسيا. بعد كده بقى دخلت كان فيه غسيل عايز يتطبق في البلكونه، قلت بقى ايه امسكه كده اطبقه واقعد بقى اتكلم معاكم شويه واحنا بنطبق الغسيل. فقره المواعين انتوا عارفين بقى احنا بنحب قوي الفقرات دي. هاتي بقى كوبايه الشاي بتاعتك كده، ولو عندك غسيل عندك تطبيق غسيل عندك تنشير عندك اي حاجه، شغلي بقى الفيديو قدامك كده واقعدي اتفرجي عليه، وحطي اللايك وحطي الكومنت الحلو وشجعيني لو لسه داخله قناتي جديد او معايا في القناه. والله العظيم وانتوا هتحسوا ان انتوا بتعملوا الحاجه من قلبكم. عايزاكم ما تكسلوش، عايزاكم احنا بيجي علينا وقت بنكسل وبيجي علينا وقت ما بنقدرش نعمل اي حاجه، بس انا عايزاكم كده تاخدوا طاقه مني واكتبوا لي في الكومنتات عايزين نعمل بقى تنظيفه للشقه اللي هي تنظيفه الاسبوع، عايزيني ابدا بايه؟ قولوا لي بقى في الكومنتات، ابدا بالريسبشن ولا باوضه الركنه وكده. وانا عايزه اغير شويه في اوضه الركنه لان انا اصلا زهقانه من السجاده المحطوطه على الارض دي مزهقاني، فعايزه اشيلها بصراحه. فقولوا لي ابدا معاكم بايه. الصيف بالذات يا بنات بيبقى عايز على طول ايدك في الشقه، ليه الجو حر. كل لما تعملي الارض مثلا بكلور بجيتول بكده انت بتحسي بانتعاش، غير الشتا بنبقى قاعدين اصلا حاطين ايدينا تحت البطانيه وفي جيوبنا وكده ما بنقدرش نعمل حاجه. فاكتريه الوقت في الصيف بتبقي عايزه تقومي تنعنشي البيت وترشي معطر بخور كده عشان خاطر البيت يبقى ريحته حلوه عشان الجو بيبقى حر. ماشي. انا المره دي عملت الغسيل في البلكونه. انا كل مره خلي بالكم بعمله في البلكونه، يعني انا كل مره بطبق الغسيل في البلكونه، وما فيش الا غير كام مره معاكم جوه عشان قلت ايه يعني تتشجعوا معايا، وبما ان انا ايه اخده من على الحبل وايه واعمله جوه. بس انا على طول حتى في قناتي القديمه كانوا عارفين ان انا بطبق الغسيل في البلكونه، حتى انا اخده الحته دي من ماما على طول تطبق الغسيل في البلكونه. فانتي بدل ما انتي تاخديه من على الحبل وتدخلي بيه جوه، لا طبقيه وانتي واقفه على سور البلكونه وخدي الباسكت جنبك وحطي، خلصي وحطي في الباسكت، خلصي وحطي في الباسكت، هتاخديه على طول وهو متطبق دخليه على طول في الدولاب، ويبقى دولابك كده كده مترتب وحلو. وبصوا مش هتقعدوا بقى تقولوا ايه هتاخديه من الكرسي ده تحطيه هنا، هتاخديه من الكنبه دي تحطيها هنا، لا هتبقى متطبق ومتروق، هتاخديه وتحطيه في الدولاب على طول.
طول ما انت ايدك في الحاجه وطول ما انت على طول مرتبه دنيتك ومرتبه شقتك، والله العظيم 3 هتبقى شقتك فل الفل. انا بقى ساعات ببقى عايزه اعمل فيديو بس انا مش ببقى عارفه اعمل ايه، ومش عايزه اعمل لكم كل يوم مطبخ. انا لو عليا انا بحب المطبخ، فعايزه اعمل لكم كل يوم فيديو للمطبخ، فبقول لا انوع شويه من الفيديوهات عشان ما يزهقوش مني. فبروق معاكم، بشيل السجاد مثلا، بعمل كده. انا بعمل يومي، يعني مش شرط ان انا اقعد اشيل سجاد واقعد اعمل مش عارف ايه عشان ابين لكم ان انا ده روتين وشطاره مني ومش عارف ايه واهد نفسي. لا، في ناس على قدها. انا بعمل يومي اللي انا ماشيه في بيتي انا بعمله وبنزله. الكومنتات بقى جات لي فيها عايزين ريفيو عن الغساله. عينيا الاتنين هعمل لكم ريفيو عن الغساله دي لسه جايباها قريب، مش جايباها من بعيد قوي، بقالها بتاع حوالي 5 شهور معايا او 6 شهور. فان شاء الله زي ما قلت لكم كده هعمل لكم ريفيو عنها واعمل لكم ازاي انا بشغلها. هعمل لكم، هو هيبقى فيديو كامل للغساله. خلصت بقى هنا لم الغسيل وخلصت طبقته وحطيته بقى ايه في الدواليب، وطلعت بقى مطرح ما كنا واقفين كده في البلكونه والاولاد وقفت في البلكونه. رحت بقى ايه عاملاها كده بالشرشوبه. كنت مغرقه الشرشوبه كلور وجيتول بقى كده بريحه الليمون، كان مخلي البلكونه ريحتها تحفه. خلصت بقى كل اللي ورايا كده قبل ما انزل اروح عند عمتي. يا عمتي يعني قبليه بكام شارع، يعني مش بعيد، هي قبليه بكام شارع. فقبل بقى ما اروح قلت برضو اخلص كل اللي ورايا واخلص لو في مواعين مطرح ما فطرنا وكده عملتها. وفطرت اوسه وانوسه، فطرتهم هما الاتنين ولبستهم بقى وحضرت كده شنطتهم اللي اخدتها هناك. يعني مثلا علاج معايا ناقصني برضو، الحاجات دي لازم تخلي بالكم منها، يعني عروسه جديده ام جديده كده لازم وانتي نازله تاخدي العلاج المغص للبيبي. لازم تاخدي برضو لابنك اي برضو علاج هو بياخده مثلا للسخونيه لا قدر الله، للكحه، للبرد، عشان لا قدر الله لو تعبوا منك في سكه او حاجه يبقى معاكي علاج، ما تحتاريش وما تحتسيش. ومثلا تاخدي 2 بامبرز معاكي ببرونه فيها ميه. طبعا انا ما خدتش ببرونه فيها ميه عشان خاطر انا رايحه عند عمته وكده لازم. وتاخدي كام غيار معاكي في الشنطه لازم. احنا طبعا كنا بنحط ايه بقى، روج، مش عارف ايه الادوات بتاعتنا دي، دلوقتي بقى كله اتشال ببرونه. علاجات مستلزماتهم احنا بقى راحت علينا خلاص، هنعمل ايه؟ المهم بقى كده كنت محضره لهم حاجتهم، الاوتفيت بتاعنا والدريس ده بتاعي. فالمهم كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب اكون خفيفه على قلبكم واكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، هتوحشوني. مع الف سلامه.